كل ما يدور في هذه الحلقة هو محاولة لتخيل سيناريوهات أخرى مكان اللي حصلت فعلا، يعني خيال للمتعة والإثارة مش أكتر. اوقات كتير وانا بتفرج على الكوره بلاقي نفسي بقول ياه، لو الكوره اللي خبطت في العارضه دي كانت جول، ساعتها التاريخ كان هيتغير كتير قوي، بطولات كانت هتروح لفرق تانية ولحظات كنا نفتكرها بشكل مختلف تماما. في الفيديو ده جمعت لك اخطر الكرات اللي وقفتها العارضه، ولو كانت دخلت كانت هتغير التاريخ. تعالى نبدا باول لحظه واللي لولا العارضه تاريخ كان هيتكتب بشكل مختلف تماما. نهائي يورو 2016، فرنسا على ارضها وسط جماهيرها، والكل مستني يشوف الكاس بيرجع لباريس. قدامهم منتخب البرتغال، الفريق اللي بدأ البطولة بتعثرات كتير لكن قدر يوصل للنهائي بعزيمة وإصرار. الكل كان متوقع إن فرنسا تحسمها، خصوصا بعد إصابة رونالدو وخروجه من الملعب. المباراة ماشية والدقايق بتجري والتوتر بيزيد، وصلنا للدقيقة 90 والنتيجة ما زالت 0-0. وهنا بيجي المشهد اللي كان ممكن يغير كل حاجة. عرضية من الجهة اليمنى، كرة بتوصل لجينياك يلمسها لمسة ويبعت بيبي ويسدد، بس الكرة ترتطم بالقائم وترجع بره. لحظة صادمة، لحظة حسست كل مشجع فرنسي إن البطولة كانت على بعد سنتيمترات. فتخيل معايا ان العارضة كانت بس اوسع كام سنتي بس. كانت كرة جينياك هتدخل وصافرة الحكم هتعلن نهاية المباراة، وفرنسا بطلة اوروبا 2016 على ارضها. البطولة كانت هتبقى اللقب الثالث للضيوف بعد يورو 84 ويورو 2000، وده كان هيخليها واحدة من اكتر المنتخبات تتويجا باليورو، معادلة رقم المانيا واسبانيا. اما البرتغال كانت هتفضل من غير اي بطولة قارية، واللي حصل في لشبونة 2004 قدام اليونان كان هيتكرر تاني في 2016. رونالدو وقتها كان ممكن يتحول من بطل قومي لحكاية مأساوية زي لاعبين كتير عظماء ما حققوش ولا بطولة مع منتخباتهم. ممكن كمان إدارة البرتغال كانت تشوف إن فرناندو سانتوس فشل في استغلال الجيل ده وتستغنى عنه. تخيلوا بقى رونالدو من غير بطولة مع البرتغال، مفيش صورته وهو بيرفع الكاس، مفيش سدد يا إيدير، مفيش مشهد دموع 2016 اللي كمل أسطوريته، ويمكن مفيش بالون دور 2016. بالون دور 2016 في الواقع راحت لكريستيانو رونالدو بعد ما فاز بدوري الأبطال مع الريال واليورو مع منتخب البرتغال. لكن فرنسا لو كانت كسبت، رونالدو كان هيبقى معاه دوري الابطال بس من غير يورو، وهنا المنافسه كانت هتكون مفتوحه اكتر. كان ممكن جريزمان اللي وصل نهائي دوري الابطال واليورو، وفي الحقيقه خسر الاثنين قدام رونالدو، لكن في عالمنا كان هيكون حاصل على اليورو، فكان فرص تتويجه بالبالون دور هتكون اكتر. كمان سواريز كان عامل موسم ناري مع برشلونه، هداف اوروبا والحذاء الذهبي. يعني اقرب سيناريو ان جريزمان كان هيتوج بالبالون دور 2016 لو فرنسا كسبت اليورو، لانه كان هيبقى بطل اوروبا مع فرنسا زائد وصيف دوري الابطال. بعد ما خلصنا يورو 2016 نروح بعدها لمباراه فاصله كانت ممكن تغير مستقبل منتخب كامل، منتخب سوريا قدام استراليا في الملحق المؤهل لكاس العالم 2018. سوريا فضلت لحد اخر لحظه بتحلم بالصعود لنهائيات كاس العالم لاول مره في تاريخها. المباراه وصلت لدقائقها الاخيره والنتيجه 2-1 لاستراليا. سوريا محتاجه جول واحد بس عشان تتاهل على حساب استراليا، ويجي فاول قريب من منطقه الجزاء ويقف عمر السومه نجم المنتخب الاول وهدافه وقف على الكوره والكل بيحبس انفاسه. عمر يشوطها برجله اليمين والكوره بتصطدم بالعارضه. لحظة صمت، لحظة خلت كل المشجعين العرب يقولوا ياه. فتخيل معايا لو تسديدة عمر السومة دخلت الجول، لو هدف السومة كان دخل كانت النتيجة هتبقى 2-2 وهتصعد بأفضلية الأهداف خارج الأرض. كانت سوريا هتصعد للملحق العالمي المؤهل لكاس العالم، وهيبقى فاضل خطوة واحدة بس على المونديال. كانت هتلاعب هندوراس، وعلى الورق الماتش ما كانش صعب، كان هيبقى 50-50، لأن بالفعل أستراليا اللي صعدت كسبت هندوراس وصعدت على حسابها لنهائيات كاس العالم. كانت ممكن سوريا تصعد وتتأهل لكاس العالم، كان هيبقى إنجاز تاريخي، تأهل لأول مرة في كاس العالم وسط الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد وقتها. لو الكرة دي كانت دخلت كانت سجلت اسم السومة كأعظم من لمس كرة القدم في سوريا، والراجل اللي شال حلم الأمة كاملة وصعد بيها لكاس العالم كان هيتقارن بصلاح في مصر ومحرز في الجزائر. بس في الحقيقة العارضة حطمت أمال شعب وأمة كاملة والكورة ما دخلتش. ومن كرة السومة اللي حبست أنفاس العرب نروح لعاصمة قطر الدوحة، كاس العالم 2022، وكرة تانية حبست أنفاس العرب. دور ال16 المغرب قدام أسبانيا، مباراة تاريخية الكل كان مستنيها. المغرب عامل مباراة العمر وأسبانيا متلخبطة ومش قادرة تكسر الحاجز الدفاعي. الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية والكل عينه على ركلة الجزاء، وفجأة كرة عرضية بتيجي لسرابيا بلمسة واحدة بيسدد، الكرة راحت ناحية المرمى والكل وقف والزمن وقف والكرة تخبط في القائم. جنون. بس هنا سؤال حلقتنا، تخيل لو العارضة أوسع كام سنتي كانت أسبانيا
اسبانيا خطفت الهدف في اخر ثانيه، والمغرب ودعت المونديال بدري جدا. وبدل ما العرب يحتفلوا باول فريق عرب في نص نهائي كاس العالم، كنا هنتكلم عن خروج تاريخي وحلم ما اكتملش. لو الكرة بتاعت سرابيا دخلت، اسبانيا كانت هتصعد على حساب المغرب، والملحمه التاريخيه كانت هتنتهي قبل ما تبدا. مش هنشوف فونو واسطوريته في ركلات الجزاء، ولا ركلات الجزاء اللي خلدت اسم المغرب في التاريخ كأول فريق عربي يوصل نص نهائي كاس العالم. خلاص الحلم ده مش موجود. كاس العالم نفسه كان هيختلف، كان هيبقى عندنا ربع نهائي ناري ما بين اسبانيا والبرتغال، قمه اوروبيه كبيره. رونالدو كان هيلاقي نفسه قدام خصم تقيل بدل المغرب. المغرب مش هتبقى اسطوره المونديال اللي العالم كله حكى عنها. كنا هنقول المغرب قدمت اداء مشرف وخرجت من دور ال16. فرق كام سنتي في العارضه بس كان ممكن يغير مجرى تاريخ كره القدم. ومن كاس العالم لدوري ابطال اوروبا، نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، برشلونه ضد انتر ميلان، الدقيقه 91 والنتيجه 6-5 لبرشلونه مجموع الماتشين. في الدقيقه 91 في قلب السان سيرو، برشلونه على بعد خطوه واحده بس من النهائي. فرصه للشاب يمين يامال ان على خط ال18 يطلق قذيفه، لكن العارضه كانت اقوى وترتد الكوره وتتحول لجول قاتل للانتر اللي وصل الماتش لاشواط اضافيه وقضى على احلام الكتالان في اعاده المجد والوصول للنهائي. ونيجي لسؤال حلقه النهارده، ونتخيل لو العارضه اوسع سنتيمترات قليله، لو كانت كره يامال دخلت، كانت برشلونه خلاص هتقتل المباراه، تبقى النتيجه 7-5 بمجموع الماتشين. وحتى لو اتشيربي كان سجل الهجمه بعدها، فخلاص برشلونه كان قتل المباراه وكان هيوصل لنهائي الابطال بعد غياب 10 سنوات عن نهائي الابطال. كان هيبقى نهائي ناري بين باريس انريكي وبرشلونه فليك، كان هيبقى ماتش مزدحم بالاهداف، مباراه كنت اتمنى اشوفها. فهسيبك صديقي المدهش تقول لي في الكومنتات، لو برشلونه كان وصل للنهائي هل كان هيتفوق على باريس؟ كانت هتبقى فرصه لرافينيا لتحطيم رقم رونالدو باكثر عدد مساهمات في موسم واحد ب21 مساهمه، اللي رافينيا عادله في مباراه نصف النهائي. لو كره يامال كانت دخلت، كانت هتزيد فرصه بالفوز بالبالون دور، وكان هيحسمها لو كان توج بالابطال. بس في الحقيقه كره يامال ارتطمت بالعارضه وما صعدش لنهائي الابطال. نهائي الابطال اللي العارضه منعت فرق كتير من الفوز فيه، زي نهائي 2008 بين اليونايتد وتشيلسي اللي فاز فيه اليونايتد بركلات الترجيح. بس كانت في فرصة ذهبية لديدي دروجبا في الدقيقة 78، وقتها كانت النتيجة تعادل 1-1. فرصة لديدي دروجبا، سد كرة رائعة من مسافة 25 يارد، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى. كرة لو كانت دخلت كانت ممكن تقلب نتيجة الماتش وتمنح الفوز لتشيلسي على حساب اليونايتد. كانت تشيلسي وقتها هيحقق لقبه الأوروبي الأول، والمشروع اللي اتبدأ في 2003 كان مبني على ضخ الأموال، كان هيثبت صحة الخطة واستدامة الاستثمار. كانت سمعة الفريق العالمية كانت هتبقى أقوى. الفوز كان هيدي تشيلسي مكانة أقوى على الساحة الأوروبية والعالمية قبل فوزه الفعلي بالابطال في 2012. اما بالنسبه للبالون دور، ما اعتقدش ان كان في اقدر من رونالدو في الفوز بيها في الموسم الناري، موسم 2008 اللي كان فاز بكل حاجه. فلو وصلت لحد هنا فاشكرك بعنف صديقي العزيز، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عالمنا المذهل. ما تنسوش تسيبوا تعليق وتقولوا لي ايه اشهر الفرص اللي العارضه منعتها. كان معكم عبد الرحمن زكي.